والتشاغل عن بناتكم وأخواتكم والتشاغل الذي لا تؤمن لواهقه وعواقبه. كونوا أبات الأرض وهماة الأعراض، تعيشوا كرماء وتموتوا أوفياء سعداء. يا نساء المسلمين، إن الله رفعكن وشرفكن وأعلى قدركن ومكانتكن وحفظ حقوقكن، فاذكرن المنة لتشكرن النعمة. فوالله ما ضرب عليكن الحجاب إلا حماية لأراضكن، ولا فرض عليكن الجلباب إلا صيانة لنفوسكن، ولا شرع في حقكن النقاب إلا طهارة لقلوبكن وإسمة لكن من دواء الفتنة وسبل التحلل والانهدار. فعليكن بالاختمار والاستتار، واغضن من أبصاركن وحفظن فروجكن وحذرن ما يلفت الأنظار ويغري مضر القلوب والأشرار واتقين النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه الإمام مسلم.